الاعتداء الأخير الذي قام به النظام الاستبدادي معتمدا في ذلك على أفرعه الأمنية في المربع الأمني وعلى بعض المجموعات المسلحة التي تسمى بالدفاع الوطني، والتي كانت قبل 3 سنوات محسوبة على الجيش الحر في سريركانية، وقبل سنة هي نفسها داعش في الحسكة، واليوم أخذت شكلا جديدا تحتسب على النظام. منذ اليوم الأول من الحراك الثوري السوري وتأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية في روجافاي كردستان، كان بمثابة بعدين: الحفاظ على أو إبداء شكل أقوى من التنظيم المجتمعي في روجافا وتحويله إلى مؤسسات فاعلة ومؤسسات متفاعلة من أجل الوصول إلى غاية التغيير. من ناحية أخرى، أننا حينما نقول بأن الإدارات الذاتية الديمقراطية التي تشكل بمجملها نظاما اتحاديا لروجافا شمال سوريا، حينما نقول بأن هذه الإدارات وهذا النظام هو حل ونموذج حل للأزمة السورية، فلا بد أن نقدم في الوقت نفسه الآليات التي تضمن مثل هذا الحل. ما قامت به الذين شكلوا الإدارة الذاتية الديمقراطية والذين اعتقدوا بها واعتنقوها كفكر وكنظرية من أجل التحول الديمقراطي ومن أجل التغيير، كانت هذه الأمور بمثابة إعادة هيكلة وإعادة مأسسة وإعادة تنظيم وإعادة تفعيل المجتمع إلى مؤسسات كبيرة وإلى مؤسسات بعدد كبير وبمؤسسات لكل منها أدوارها. فالاعتداء الذي قام به النظام من يوم 19 نيسان، حيث كان بمجمله مدروسا ولم يكن وليد اللحظة، لكن التجهيز والتغيير الصائر إليه من خلال هذه المأسسة ومن خلال هذا التنظيم كان باستطاعته أن يفشل النظام وأن لا يحقق مآربه في محاولته البائسة لإعادة إنتاج نفسه مرة أخرى. فإذا المسألة معتمدة على إرادة المجتمع، على تمثيل هذه الإرادات ضمن مؤسسات وضمن فعاليات مجتمعية. والجميع يشهد اليوم بأن في كانتون الجزيرة يوجد الآلاف من الكومينات والآلاف من الهيئات والآلاف من المؤسسات التي تختص بجميع الاختصاصات التي من شأنها تدفع وتطور وتحدث التقدم في مجتمع روجافا. ومن أبرز هذه المؤسسات هي المؤسسات الحماية الذاتية، والتي اعتمدت أساسا بدورها على مبدأ الدفاع المشروع: وحدات حماية الشعب، وحدات حماية المرأة، والأسايش، والحماية الجوهرية، وجميع المؤسسات التي تصب في خانة الدفاع المشروع. لم تكن أدوارها مقتصرة على الشأن المحلي في روجافا، وإنما تعدى ذلك لكي تكون أيضا شريك فاعل للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الأمور كانت بمجملها في جميع المسائل السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية أن تكون فشلت المحاولات التي أرادت النظام أن تقوم بها وتعتدي من خلالها على روجافا كردستان وعلى نظامه الفيدرالي الديمقراطي.